هذه المطوية الآن إحدى جهودنا احنا في يعني هذا الدور اللي المفروض نقوم به احنا، اللي هو لما ينتشر فكر ما أو نتخوف من انتشار فكر ما نحاول أن نوعي الناس. هذه مطوية عبارة عن يعني من 3 طيات. نعم. طبعنا منها الآن 50,000 نسخة، وفي الغد إن شاء الله سنقوم بطباعة 50,000 أخرى من وزع منها طبعتنا. وزعت 50,000 كلها والآن نفذت وسنطبع منها 50,000 أخرى. هذه المطوية هذا شغلنا نحن الآن أن نوعي الناس. أما أن نبحث نحن عن المؤسسات المخالفة أو التي لها عمل مشبوه ونقيم دراسة عليها ثم نقدم هذه الدراسة للمواطنين، ربما أنا بصفتي كمواطن ليبي أسعى في هذا الأمر، لكن أن أقوم بهذا العمل ربما هذا ليس من دوري. بالإضافة إلى أن احنا كجمعية صراحة من أول ما تحرر طرابلس إلى الآن لم نرتاح. يعني احنا الآن 1,700,000 مطوية طبعناهم. طيب. ما عندناش الشيعة فقط، احنا عندنا مواضيع عديدة أكيد. كثيرة. طيب أنتقل لك عقيد طيار رمضان. سيد رمضان، قمتم بمداهمة وقبض على مخزن يحتوي على كتب للشيعة، يعني الآن أصبحت المهمة على عاتقكم أكبر بأن تقوموا بالبحث مثلا يوجد أيضا ممكن مخازن أخرى غير معروفة. يعني هل وضعتم خطة لتسليط الضوء على أماكن مشبوهة ممكن أن تحتوي أيضا على كتب ومخازن؟ بالتأكيد العملية التي حدثت ربما كانت وسائل الإعلام تذيع في أخبارها أن هناك نوع من التشيع يدخل البلد وشراء أراضي واحد. نعم. لكن الآن باليقين موجود الأدلة والإثباتات أن هناك كتب تستغل هذه الظروف الراهنة من بلادنا أن يتلاعبوا بعقول وأفكار الشباب، خاصة أن احنا الكثيرين منا والحمد لله أن احنا كنا مسلمين لم يعي ما تحمله هذه الكتب. الكتب في بدايتها قد تطلع عليها فتجد فيها نوع من الإقبال ثم تستدرجك إلى النهاية بطريقة أخرى. بالتأكيد بالتعاون مع المجموعات اللي قامت بهذه العملية الآن هناك الكثير من واحد بالتعاون مع الغرفة الأمنية تجورة ومع طرابلس وسوق الجمعة وكل أنحاء ليبيا هناك تنسيق ومحاربة. وبالموعظة يجب على حكومة السيد علي زيدان نعم. أن تنظر للأمر هذا بنظرة جادة قبل أن تتفشى فينا هذا المرض. طيب عقيد رمضان، هل قمتم بتوسيع هذا وتعميم على كل المدن الليبية بخصوص ما حدث في طرابلس مثلا؟ كل الجهات الأمنية إذا كانت في طرابلس في دارنا في بنغازي في بالتأكيد بالتواصل مع الغرفة الأمنية طرابلس والغرفة الأمنية احنا في تسلسل في سياق أمني. نعم. تحال هذه الأشياء لدوائر القانون، نحن لا نتعدى حدود القانون. كانت عملية التحقيقات وتحويلها للجهات المختصة، ويجب على المؤتمر الوطني اتخاذ إجراءات لازمة، والدكتور الأستاذ علي الواحد وضع ضوابط وقوانين ومراقبة المنافذ البرية والجوية والبحرية. يجب على دور الثقافة أن تعي لهذا. شيوخنا وعلمائنا يجب أن يكثروا من دراسات وخطب في المساجد حتى لا تتشيع بلادنا في هذا المنهج الهدام. طيب العقيد طيار رمضان خليفة غزيوي، شكرا لك، كنت معنا في لقاء معه.